حيرة وقهر. مش عارف أفكر، مش عارف كيف نواجه أنفسنا، كيف نواجه العالم. قبيلة برجالها بشبابها خرجت ملأت الشوارع، نصهم جاوعين ونصهم بلا حق. خرجوا يدوروا حقوق، خرجوا مع مظلومين في السجون، خرجوا مع أصحاب حق، خرجوا مع جائعين في الشارع. لا، خرجوا لأنه مجموعة من القتلة تقطعوا لواحد داخل باص قدام زوجته وعياله ورشوه رش عشرات الرصاصات، قتلوا ورجعوا قتلوا زوجته. بعد سنة القضاء يحكم على هذول المجرمين بالقتل. تخرج هذه القبيلة التافهة. أنا أحترم كل القبائل، كلنا قبائل، لكن اللي خرجوا بدل ما يسلموا المجرمين والقتلة، خرجوا يطالبوا بالعفو غصبا بالغصب. بعد في واحد يقفز من النص يقول اعقلوا، ما في شريمي بخولاني. الله المستعان. ساعة باسم الطبقية، وساعة باسم المناطقية، وساعة باسم المهن يشوفوا انفسهم افضل من الاخرين. ماله الريمي افضل منك واشرف وانزه واكبر منك، الواحد فيهم منك ومن قبيلتك كلها. هذه اللي خرجت الشارع عشان تتستر على مجرم. انت مجرم. ايش فيها الريمي؟ طالب الله متعلم، شايف الناس راحوا وين وصل العالم. انت ايش معك؟ انت معك هذه العادات السخيفة اللي احنا ساكتين عليها، وشايف نفسك انك افضل من العالم. ايش معك؟ لو جينا للصدق، بس احنا ما نشتي احنا نقول خلاص احنا مواطنين متساويين، ولا لو جينا للصدق بالمعايير انت الاقل. انا اقصد هذا التافه اللي يقول هذا الكلام. عد واحد خرج قال ايش المبرر باسمهم، قال اصلا شبه لهم انه هو المطلوب فقتلوه. هم كانوا يدوروا على قاتل ثاني او على شخص ثاني. ما هو هذا تقطع؟ هذه جريمة، هذا غدر، طبيعة الغدارة هذه. سواء كان عمد او انه شبه لهم انه واحد ثاني هم يدوروا واحد ثاني، برضو انت مجرم. في غابة احنا ولا في دولة؟ يجي يقول لك ما فيش ريمي بخولاني. الريمي فوق راسك بحذاته. اي واحد من اليمن، من اي ارض، مؤمن بالمواطنة المتساوية والنظام والقانون، يحترم القانون، ما يبررش للقتلة ولا يحتمي ولا يحمي القتلة ولا يدور أعذار للقتلة أنهم كانوا يدوروا. ما عندوش مشكلة بالقتل. حتى اللي خرجوا اللي قالوا أنه هذولا قتلوا بالغلط كانوا يشتوا شخص ثاني، يعني ما عندهمش مشكلة بالقتل. هي من التافه، من القليل، من الناقص. يا جماعة اكبروا، يا جماعة خلينا نصارح أنفسنا بمشاكلنا. إحنا داخلنا في مشاكل وفي أوساخ ما الله بها علي، لازم ننشرها عشان تجف. لازم تتصبن الأوساخ هذه، تتصبن عشان ننظف، ولا ما بننظفش.